اهلا بكم مشاهدين كاميرا الشروق. النهارده ضمن فعاليات ندوه دراما رمضان وقضايا المراه معانا فنانه جميله قدمت ادوار كتير بتدعم قضايا المراه. بنرحب بيها الفنانه الجميله روجينا. اهلا بيكي. بشكرك. اهلا بيكي. احنا بنلاحظ دايما ان في ادوار حضرتك بتهتمي بقضايا المراه، وقدمتي ده في مسلسلات كتير منهم ستهم واخرهم حسبة عمري اللي هو يعتبر العمل رقم 100 زي ما حضرتك ذكرتي النهارده في الندوه، وناقش قضيه مهمه جدا وهي حق الكد والسعايه. احكي لنا اول ما الورق اتعرض على حضرتك حسيتي بايه، خصوصا ان هي قضيه معروفه دينيا لكن لم يتم تناولها من المجتمع المصري؟ بصي هقول لك على حاجه. هو انا حصل لي اكتر من احساس لما اتعرض عليا الفكره، يعني لما المخرجه قالت لي الفكره حصل لي احساس انه انا ازاي في هذا المجتمع ومش عارفه موضوع زي ده. انا ازاي ست في مجتمع مصري اكاد اجزم ان انا مع قضايا المراه في هذا المنوال، ومع هذا ما اعرفش موضوع زي ده، ما كنتش اعرف عنه اي حاجه خالص. وبعدين انا زمان لما كنت بتفرج على افلام بره، يعني افلام سينما امريكيه، كنت انبسط قوي لما الست تاخد حقها، لما الراجل يجي يقول لها انت باي باي بره، انت طالق، تاخد نص فلوس. بحس بقوه وبحس بقوه. كنت دايما اقول ايه، طب هو احنا ليه ما عندناش قانون كده في مصر؟ فاكتشف انه الشريعه الاسلاميه فيها هذا الحق اللي هو حق الكد والسعي، اللي سيدنا عمر بن الخطاب اشار اليه لما جات له بنت اسمها حبيبه بنت زريق، قالت له انا كنت بساعد جوزي طول ما هو كان عايش وعمل مصنع وبتاع، ودلوقتي لما مات انا من حقي نص هذه الثروه. فسيدنا عمر بن الخطاب امر لها بنص ثروته، ده غير ميراثها. فانا بقول انه الشريعه الاسلاميه فيها رأفه بالست، في عدل بالست. مش رافضه انه ممكن الحياه تتوقف بين راجل وست في اي لحظه، ولكن هي من حقها كمان انها تعيش بكرامه، من حقها انها تلاقي مكان تعيش فيه، من حقها انها تلاقي مسكن. مظبوط ولا لا؟ مظبوط طبعا. فانا بشوف انه القضيه دي على قد ما هي قضيه مهمه قوي قوي قوي، على قد ما هي قضيه فيها انسانيه وفيها رحمه بالمراه. مظبوط. طيب كلمينا عن الكواليس والتحضيرات، خصوصا احنا عارفين ان حضرتك لما بتعيشي الشخصيه بتحبي تلتقي بسيدات عايشوا نفس التجربه. ايه التحضيرات والكواليس؟ بصي، هي شخصيه هند احنا لما جينا تناولناها، يعني محمود عزت كان كاتب ورق حلو قوي قوي وعامله بطريقه لايت، يعني احنا ما حبيناش نروح للسهل. السهل ان هند هتلاقيها ست عماله بتعيط ومقهوره ومكسوره ومتضايقه وجوزها طردها. هو كمان اللذيذ اللي محمود عمله انه هند دي شخصيه قويه، وبرغم انها ست قويه واترمت في الشارع. بالظبط، ما قدرتش تقف قصاده. بالظبط كده، بس هي قوتها خلتها تدافع عن حقها، ما خلتهاش تبقى مستكينه. فاحنا خدنا الموضوع مش من السهل. السهل انها تعيط وتبكي ويبقى مسلسل دمه تقيل وكئيب وصعبانيات. احنا رحنا للموضوع من طريقه لايت، هي دمها خفيف، تنزل الشارع. احنا كنا بنضحك واحنا بنتفرج. بالظبط، وخناقاتها وصوتها العالي، وبعدين هي بتتنرفز نرفزتها لذيذه. انا حبيت هند، يعني حبيتها حبيت قضيتها وحبيت شخصيتها، برغم ان في ناس عنده يقول يا دي عصبيه، ده ما ليه حق جوزها يعمل فيها كده. بالظبط. لا، هي شخصيه. حسيتي ان فيها جزء منك؟ فيها طبعا فيها جزء مني. زي ايه مثلا؟ لا، العلو، النرفزه ساعات لما ما بلاقيش حاجه مظبوطه تلاقيني جننت. انا في التفاصيل دي بحب قوي كل الحاجات تبقى مرتبه، فيها ترتيبي. فيها ترتيب. ده حقيقي. طب احكي لنا عن نهايه المسلسل. هل كنتي متعاطفه مع نهايه المسلسل وان كل شخص لازم ياخد حقه فعلا؟ هي هند، بصي، هند كانت لازم تاخد حقها، ولكن احنا بنعرض قضيه، الحل مش في ايدينا. صح، للاسف مش في ايدك ان انت تقولي هنعمل كده لهند، هنعمل كده لكل ست بتمر بالتجربه دي، ولكن الحل مش في ايدينا. احنا في ايدينا بس نقول للناس يا ريت يبقى في مشروع قانون. مظبوط. لهذا الموضوع، يا ريت يبقى في مجلس الشعب الناس بتتبنى القضيه، يا ريت يبقى في الناس اللي بتتكلم في حقوق المراه تتخذ من دي قضيه، تبقى المسلسل ده يعني جزء من بدايه
من بدايه، لانه احنا بنتكلم في قضيه مهمه قوي، بنسلط الضوء عليها. أيوة. ولكن ما عندناش حل لها، فاهماني؟ ويمكن احنا لجأنا للنهايه دي عشان احنا الحل مش في ايدينا، احنا بنقول لكم حلوا انتوا، حلوا، هتعملوا ايه؟ في نماذج زي دي كتير، قابلت كتير ستات زي دول. وعلى فكره هي القضيه دي ميزتها انها ملهاش طبقه معينه، صح. يعني هتلاقي الست في الطبقات الغنيه في نفس النموذج. احنا لاحظنا ان في المسلسل كمان كانت الطبقه مش متوسطه، مش عاليه. طبعا طبعا. طيب احكي لنا عن اصعب مشهد كان بالنسبه لك، اخذ جهد كبير، مذاكره كبيره. احنا طبعا حضرتك كنت ذكرتي ان كان مشهد الوفاه وفي المستشفى وكان الوضع كان صعب بالنسبه لك، ايه مشاهد تانية؟ لا، هو في بصي من المشاهد الصعبه مشهد الطرد، اول قفله الحلقه الاولى، ده كان مشهد صعب قوي قوي. والحقيقه مشهد احنا قعدنا عملناه في 10 ساعات. معقول؟ صورناه في 10 ساعات، فاكره كويس قوي. وانا انهكني لانه كانت خناقه وعصبيه، فانهكني وكنت خايفه انه لانه كان بناخده زوايا كتير قوي، كنت خايفه في اخر المشهد ما اقدرش اجيب نيرفي وصوتي. فده كان، عارفه ما تبقي بتشتغلي وانت بتدوسي على نفسك قوي. من المشاهد الصعبه كمان مشهد الطلاق، اللي هي بتقول له بمنتهى القوه، فاعمل بيهم ايه دول؟ ان انت عايز ترمي لي مؤخر بتطلقني؟ طب وعمري ده كله وحسبة عمري وبتيجي في لحظه كده تبيع كل اللي بيني وبينك. من المشاهد الصعبه معرفتها باول مره بتسمع عن حق الكد والسعايه، وده برضو مشهد من المشاهد اللي خد وقت طويل قوي، قعدنا صورناه في حوالي 12 ساعه. وانا كان بالنسبه لي المشهد ده، هي على قد ما هند ست كبيرة وعندها بنت اتجوزت وعندها ابن، ولكن كانت بين مجتمع الستات في دار المسنين هي طفلة بتتعلم منهم وبتسمع موضوع لأول مرة تسمع عنه. فكان بالنسبة لي في أحاسيس بكر، أحاسيس كأنها بنت صغيرة بتتعلم من الستات دول، بتسمع موضوع جديد بالنسبة لها. ده حقيقي. مظبوط. طب ايه قضايا تانية شايفه ان احنا لازم نسلط عليها الضوء الفتره الجايه؟ لا، لو دورتي في قانون الاحوال الشخصيه هتلاقي قضايا كتير قوي قوي، يعني الحمد لله. لنا قضية لا والله، يعني انا شايفه ان السنه دي الحمد لله، شايفه ان الدراما قدرت تتكلم في قضايا كتير قوي قوي، قضايا حساسه قوي، وعالجتها بطريقه انا بشوف انها طريقه موجهه. رمضان السنه دي سلط الضوء على اكثر من قضيه. بشكر حضرتك جدا الفنانه الجميله روجينا، وكنا سعداء جدا لوجود حضرتك معانا النهارده. انا اللي بشكرك. شكرا. انا اللي بشكركم. شكرا جدا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.